هذا سؤال من إيمان كأنها يعني ذكرنا بقصص الروايات العالمية. غنية هي وتحب واحد فقير، تقول لا يوجد أي تكافؤ مادي بيني وبينه. في مثل هذه الحالات بعض الناس ماذا تقول؟ أنا من بيت غني وتزوج إنسان فقير. إن ما كان عندها هي مال يا عبد الله يعني هي بنت غني ومتعودة على حياة غنية وتزوج واحد فقير ومتعودة على طبقة معينة من الحياة لا ترضى بسواها، ستتعذب بقية حياتها. لكن لنفرض أنها إنسانة غنية هي بذاتها وتبغى تعيش مادتها ولقت إنسان فقير فيه مزايا الزوج المميز، تتزوجه وتحيا حياتها. بعضهم يتزوج وتمسك مالها، لا، هو مفروض يصرف عليك زوج. والإسلام يقول يا جماعة، الإسلام يقول عند الاختلاف، لكن قبل الاختلاف تعيشون بالطريقة اللي تحبوها. ولذلك يجب على الغنية، قد تجد فقير لكنه مميز كشخص، واحد غني غير مميز، أتزوج الفقير وأكمل نقصه بفلوسي، أملكها أنا، بيت باسمي أنا أيها المرأة، سيارة باسمي، شغالات، كل شيء باسمي، وأمتع نفسي وأمتع دون أن أذله. طيب نأتي القضية ربما يشعر بنقصه تجاهها. إذا استخدمت هذا الشيء للتعالي عليه، وذلك ماذا تفعل؟ تأتي إلى مواهبه، إلى ما فضله الله به عليها من مواهب قدرات معينة، فماذا؟ فتجعل دائما حوارهم حول تلك الجزئيات، فتكبر هذه المواهب في عينه وتلك القدرات، لأنها إذا قزمت حتى ما هو أفضل منها وعندها المال هو أكثر وتقزم ما عنده، فإنه يبدأ يحاربها بمالها وربما يضيق عليها أو يستخدم معها السلاح النووي، التعدد، التهديد بالطلاق والتعليق وغيرها. إذن المشكلة حينما تزوج غنية من فقير تكمن في المرأة أنها لم توظف مزايا ذلك الرجل في عملية أن تحافظ على ذلك التوازن في العلاقة الزوجية.